كلنا مرينا بحاجات تفوق العقل والمنطق. العقل بيقول مش خيالات، لكن المنطق بيقول حاجة تانية خالص. كل حاجة غريبة تبتدي تتحرك بالليل. الليل هو الملجأ لكل شيء ما وراء الطبيعة، لكل حاجة غريبة. أهلا بيكم في كلام خرافات. حلقة النهاردة بعنوان سكان الظلام. طبعا كلنا فاكرين أهالينا كانوا زمان بيقولوا لنا إن إحنا ما نسهرش كتير أو ما نعملش دوشة بالليل عشان الليل مش بتاعنا، بس إحنا ما كناش بنسمع. يعني لازم نشوف، عشان فعلا اللي يشوف غير اللي يسمع. أنا قررت أحكي تجربتي. أنا في الجامعة، بس الفترة دي أنا في أجازة. طبعا عارفين أنتوا الواحد لما بيكون في أجازة وراجع بعد بقى دراسة وامتحانات وضغط وحاجات كده، عايز بقى يروق بقى في الأجازة. المهم قررت في اللي انا اسهر على التلفزيون. قلت لاختي تحبي تسهري معايا نتفرج على فيلم. كانت حوالي الساعه 12:30 بالليل. قالت لي هتتفرجي على ايه؟ بصي انا نزلت قناه للافلام الرعب، وفي فيلم حلو قوي 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 جاي هيشتغل كمان شويه، تعالي اتفرجي معايا. لا طبعا مش هتفرج، هي مش ناقصة رعب على بالليل. قومي نامي يا ندى. ودخلت تنام. انا قمت هعمل بقى فشار بقى وتجهيز للفيلم وكده. الفيلم ابتدى. الفيلم بصراحة قصته حلوة قوي وتشد. هو الفيلم كان عن طرد الأرواح. الفيلم بدأ بعد حوالي ربع ساعة من الفيلم وأنا مركزة قوي معاه. الفيلم حلو جدا وقصته حلوة جدا. الفيلم كان عبارة عن طرد الأرواح وأنا مركزة. اللي حصل إن أنا سمعت باب الحمام بيتفتح. ما خدتش وديت في بالي قوي، لاني كده كده ممكن يكون حد من ماما او بابا او اخواتي، بس الباب كان بيتفتح بالراحة زيادة عن اللزوم. يعني عارفين لما حد بيفتح الباب بس بشويش قوي. مش عارفة ليه حسيت ان انا متوترة، يمكن عشان الجو اللي انا قاعدة فيه فحسيت بتوتر. قررت ان انا اقوم واشوف مين جوه في الحمام. خبطت على الباب. حد جوه؟ صمت. فتحت الباب على الاخر، ملقتش حاجة. النور كان مطفي ومفيش حاجة جوه. ولعت نور الحمام وقفلت الباب وانا بقول لنفسي عادي، بتحصل عادي جدا. في اللحظة دي افتكرت كلام جدتي لما كانت بتقولي بعد الساعة 12 ما تتحركيش كتير في البيت، عشان كده انتي بتزعجي سكان البيت التانيين. وانا كنت باخد كلامها يعني بضحك. لها سكان البيت دول بقى ملاك ولا مأجرين؟ طب بيدفعوا ازاي؟ كانت بتقولي اسكتي، ما تهزريش في الحاجات دي يا بنتي. مش عارفه ليه افتكرت الكلام ده، يمكن عشان اللي حصل من شويه. المهم رحت قعدت اكمل باقي الفيلم. فجاه التلفزيون قفل من تلقاء نفسه ومفيش، يعني انا ما دوستش اصلا على الريموت. فتحت التلفزيون وحطيت الريموت بعيد شويه. المهم حسيت ان في حد بيتنفس ورايا. صوت نفس. انا مرعوبه. انا مرعوبه الف اشوف في ايه واقف ورايا. صوت النفس مع الهوا السخن اللي انا حاسه بيه مأكد لي ان في شخص غريب مش من البيت واقف ورايا، وانا مش عارفه اعمل ايه. مع صوت فتح باب الحمام على الاخر اتنطرت من على الكنبه. بلف لقيت التلفزيون قفل لوحده. صوت. وما استنيتش اللي انا اروح اشوف مين. انا صوتت وخدتها جري على اوضه بابا وماما. بابا وماما يا عيني اتفزعوا من النوم وقعدت اعيط كتير. بابا خرج عشان يشوف ايه اللي حصل ورجع وقال لي هو انت كنت بتتفرجي على فيلم رعب في الوقت ده؟ زعق جامد وقال لي ادخلي نامي واياكي اشوفك بتتفرجي على الحاجات دي تاني في الوقت ده، تمام؟ مع اني حكيت كل اللي حصل بس محدش صدقني. المشكله ان التلفزيون كان مفتوح وباب الحمام كان مقفول والنور كان مطفي وانا مولعه بايدي وحلف لهم محدش مصدقني. انا مش قادره انسى كلام جدتي. هما دول فعلا عمار البيت وانا ازعجتهم زي ما هي كانت بتقولي؟ ولا ده ايه؟ لو حد عنده تفسير غير ان دي اوهام بتحصل اكون متشكره جدا ليه. وهنا اقدر لكم ان انا وصلت لنهايه الحلقه. لو حد عنده تفسير للي حصل لها ده يا ريت يكتب لها في الكومنت وهي هتشوفه. هنا اكون وصلت لنهايه كلام خرافات، والى اللقاء.